الناس اللي عن جد بتحبه ما بيخسر شيء، ما بيخسر محبة الناس أبدا وما بينسى. لا لا، عم يدق طبيعي، عم ينبض مشان نعيش. هل بتخاف لانا محمد إنه ينساها متابعيها؟ وقريبا في سوريا. على هامش حفل الشامي بالقرية العلبية بدبي التقينا لانا محمد، ولانا من الأسماء يلي برز اسمهم بقوة عبر ساحة صناع المحتوى، خصوصاً إنه الجمهور تعودوا يشوفوها دايماً هي وأخت هالين، لدرجة إنه كانوا مفكرينهم توأم، كونه بالآونة الأخيرة برز كتير صناع محتوى توأم مثل توينز هضبان. انا برجع كثير بشوف احيانا بيطلع لنا بالريلز فيديوهات الك ولا اختك كنتوا صغار كثير Yes. كثير كنتوا صغار طبعا لساتهم صغارين بالوقت. بالعكس شيء منيح إنه بهالنجاحات كلها لساتني صغيرة. انا التقيت توينز هضبان، تعرفين توينز هضبان الاماراتيين اللي بيشبهوا بعض؟ يس. يس على فكره سالتهم عنك انت ولانا ولين قبل ما التقيكم. أنا شفت الفيديو. ايوه هذا انا. اوكي لا ذكرت. بس ما فكرت يعني اطلع مين المذيع يعني. يس هذا المذيع، دائما المذيع، دائما مأكل حق المذيع. يعني بتحبوا المحتوى اللي بيقدموه؟ شيء غريب انه مختلف عن الباقي، كتير فاشن، كتير شيء هيك انه اوت اوف ذا بوكس مثل ما بيقولوا. فيس جميل. بتشوفوا حالكم بعد فتره رح تكونوا بين البراندات الكبيره برا وهيك؟ باذن الله ايه، والحمد لله نحن اوريدي مشتغلين مع براندات كبيره. وكونه لانا حققت الانتشار الكبير وهي بعمر 20 بس، فطرحت قدامها هالفرضية المنطقية.